في لحظة معينة في تاريخ الكرة ظهر فريق واحد خلى العالم كله يسأل انت متأكد ان دي كرة قدم؟ لعيبة بتبدل اماكنها زي الشطرنج، تلاقي الجناح واقف مكان الباك والمدافع بيضغط في منطقة الجزاء والمهاجم بيبني اللعب من تحت كأنه بيرلو. اللي هتشوفه النهارده مش تكتيك، دي ثورة غيرت اللعبة للأبد اسمها الكرة الشاملة. الناس دايما بتفتكر ان الكرة الشاملة بدأت مع كرويف واياكس، لكن الحقيقة الجذور اقدم من كده بكتير. ترجع لثلاثينات القرن العشرين في سويسرا مع مدرب اسمه رابان. الراجل ده ابتكر نظام اسمه الفيرو، يعني القفل. الفيرو هو اللاعب متأخر شوية ورا، حر شوية، مش بيقعد ثابت في خط الدفاع، ممكن تقول عليه زي الليبرو دلوقتي. رابان كان اول واحد يربط الدفاع بالمرونة، لكن الايطاليين خدوها وركبوها على الكاتيناتشو، حولوها لنظام دفاعي محض بخمس مدافعين وفي لاعب متأخر شوية ورا الرباعي. دوره الاساسي يقفل ويفك الضغط، مش يبني ولا يتحرك. بس الهولنديين شافوا الموضوع من زاوية تانية، خدوا الجذر ده وزرعوه في تربة مختلفة. جابوا لاعب زي رونالدو كومان خلوه يبقى الليبرو، بس مش عشان يدافع، علشان يبدأ الهجمة. تيجي على السبعينات، لينوس ميتشلز ابو الفكرة، وكرويف عربها في الملعب. اياكس لعبوا ب 3-4-3 شكلية، لكن الحقيقة محدش فيهم ثابت. كرويف كمهاجم وهمي كان بينزل وسط الملعب يبني اللعب، ونيسكنز يطلع مكانه كمهاجم، وكرول اللي كان باك شمال كان اوقات يطلع نص الملعب، والحارس كان سويبر قبل النور ما يتولد بحوالي 30 سنة. كل ده بيتحرك بس بتحكم وتنظيم مش فوضى. الهولنديين كمان كانوا اول ناس يطبقوا الضغط العكسي بشكل شرس، تخسر الكرة تضغط فورا وبكل الخطوط. كان بيبان زي الخناقة، بس اللي يتعمق يكتشف انه منظم جدا، كل لاعب عارف بيضغط ازاي وفين وامتى يسلم الضغط اللي بعده. تعال بقى العنوان كويس جدا، التوتال فوتبول ضد الكاتيناتشو. كل ده بقى بان بوضوح سنة 1972 و73 لما اياكس قابلوا فرق بتلعب بالكاتيناتشو، ابرزهم طبعا انتر ميلان في نهائي اوروبا 72. الكاتيناتشو كان متماسك جدا، بيقفل المساحات وبيستنى المرتده. بس الكرة الشاملة عملت حاجة محدش عملها قبل كده، خلخلت النظام بالكامل. كروف يتحرك ناحية اليمين يفتح مساحة، نيسكنز يدخل لجوه، كرولو يطلع ياخد المكان. النتيجة انتر اتشل واياكس كسب 2-0، ومنشطات الصحفية كانت بتصرخ الهجوم انتصر، الدفاع اتكسر. الكرة الشاملة كانت الاساس اللي اتبنت عليه بعد كده التيكي تاكا. برشلونة 2009 2012 ما هي اللي تطور للفكرة بس باسلوب اسباني، واللي بدأ كروف كلاعب ومدرب، كملوا جوارديولا بفلسفة كاملة. ملحوظة بقى جانبية للمتعمقين واللي كمل الفيديو معايا للاخر، الفيرو اللي ابتكره الرابان كان ليه نسختين، واحدة دفاعية زي اللي استخدمها هيريرا مع بيتشي، والتانية هجومية زي اللي استخدمها ميتشلز مع كومان. لو عجبك الشرح ده ما تنساش تشوف الحلقة اللي فاتت عن الكاتيناتشو اللي هتفهمك ازاي الكرة الدفاعية وصلت لقمتها، واستنى الحلقة الجاية عن التيكي تاكا اللي هتفهمك ازاي الفكرة اتطورت. سلسلة تكتيكات كرة لمعلمين كرة مش مجرد حكايات، ده بنفكوا فيها شفرات اللعبة.